هذا هو الميني بطبوط، ها هو موجود معمر بالحشوه ديال الكفته والخضر، الزيتون مقطع شهوه منه، كيجي غزال تبارك الله. جربوه ما غتندموش. الوصفه بسيطه، وحتى الميني بطبوط ملي كتصايبوه في الدار كتعرفوا شنو كديروا، صحي. جربوا الوصفه بالتفصيل، غتلقاوها في قناه فارس لعشاق التنوع. مرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم ليا، ورمضان كريم. السلام عليكم. لا شك ان الطبيله ديال رمضان ما كيخطاوهاش شهيوات، واليوم بغيت نتقاسم معكم هاد الوصفه هذه اللي هي البطبوط صغيور ولا ميني بطبوط معمر بالكفته. هتشوفوا معايا المقادير. عندي واحد نص كيلو ديال الكفته، عندي واحد البصله كبيره مقطعه، هذه عندي بصله الخضاريه مقطعه هكا طريفات. عندي الزيتون كان عندي في الكونجيلاتور، الزيتون مقطع ومشرمل. عندي الفلافل، فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعات هي طريفات. القرعه اللي هي الكورجيت محكوكه، الجزر حتى هو محكوك، قزبر ومعدنوس، وزيت الزيتون. طبعا فاش غادي نقليو نشحروا هاد العناصر كلها. وعندي العطريه عاديه، توابل، عندي سكينجبير، التحميره والفلفل الاحمر حلو، عندي الملح حسب الذوق، عندي الابزار، وعندي الكركم او الخرقوم البلدي. هادو هما العناصر اللي باش غادي نصايبوا العماره ديال الميني بطبوط. والميني بطبوط انا عجنته، انا غنوريكم العجينه ديالو شنو عملت فيها والطريقه كيفاش غنخدمه. الميني بطبوط العجينه ديالو كتكون من جوج ليف ديال الفورس، نص كاس ديال الفينو، الماء يكون دافي باش كنخلطو، الخميره ديال الدار، الخميره المعجونه ديال الخبز، والخميره ديال الحلويات وحده، والملح حسب الذوق، وواحد المعلقه صغيره ديال الزيت عاديه، زيت المائده. وكنعجنوه مزيان في العجانه وكنخليوه كيخمر على هذا الشكل. من بعد نقطعو طريفات او ميني بطبوط وغادي نطيبو، وغتشوفوا معايا الطريقه بالتفصيل. قسمت العجين على جوج خبيزات هكا صغار، جمعتهم بالفينو، نخليهم يرتاحوا شي شويه ونطلقهم الدلاك ونقطعهم معاكم على شكل ميني بطبوط. نخليوه يختمر من جديد غير شويه ماشي بزاف، لانه ديجا العجينه خمرات لينا في العجانه. وغنطيبوه على نار تكون مهيله، وتتبعوا معايا المراحل. كنطلقوا العجينه باستعمال الدلاك بحال هذا الشكل. كناخذوا واحد السيركل على هذا الشكل هذا وكنقطعوا به العجين. شكل اقراص ميني بطبوط. انا بغيت نديرهم شويه كبار، تقدروا ديروهم صغار على حسب الحجم اللي بغيتو. نتوما شوفوا الحجم اللي قطعت. حصلت على هاد الاقراص هادو او هاد الميني بطبوط على هاد الشكل. غنوضعوه في واحد المنديل ونخليه يختمر غير شي شويه ونطيبو. فرشت ليه واحد المنديل ودرتو على هاد الشكل، غنخليه واحد شويه يختمر صافي، ونطيبو على نار هادئه باش نحصلوا على ميني بطبوط نعمرو به الحشوه اللي وجدنا. ندوزو الان الحشوه. كنديرو زيت زيتون، كنضيفو الكفته على هذا الشكل هذا، كنخليوها تشحر شي شويه. كنشحرو الكفته على نار تكون مهيله، ما تكونش باش ما تطلقش الماء ديالها. كنديرو النار تكون مهيله شويه، ماشي
ماشي مرقوقه، ماشي نار هادئه. كنضيفوا البصل على هذا الشكل هذا، ونخليوه كيتقلى. البصله كتقلى مع هاد بخفيفه، درت مع شويه الملحه، غير شويه، من بعد نضيف التوابل في الاخير باش ما تحرقوش ليا. كنضيفوا باقي الخضر اللي عندي، الجزر، الفلافل، الكورجيت على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتوابل، الزيتون مقطع والقزبر والمعدنوس كنخليهم حتى الاخر. وعلى فكره بالنسبه للعطريه ما كنديرش الكمون، لان الكمون مجهد ما تيخليناش نذوقوا البنه ديال الكفيفه ديالنا. داكشي علاش ما كنديروش في هذه الوصفه هذه، كنستغناو عليه. الان غنضيف التوابل على هذا الشكل، وكنخلط حتى كتنسجم الخضر والكفته مع هاد التوابل هادو، وكطيب لينا الحشوه. عاد كنضيفوا الزيتون مقطع والقزبر والمعدنوس حتى المرحله الاخيره باش ما يتحرقوش. الميني بالضبوط من بعد ما اختمر درتو كيطيب على نار مهيله كما كيبان لكم. ميني بالضبوط كيتحمر، شوفوا كيفاش تنفخ تبارك الله. الدجاج من الفوق، حلول من الوسط، نتوما شوفوا معايا. بغيت ندير واحد البطيبطه، مجموعه ديال البطيبطات غنديرهم على شكل طولي، على شكل ساندويتشات كما كيبان لكم. حطوا معايا وغنديرهم مباشره في المقلاة. هادو صايبتهم على شكل ساندويتشات على شكل طولي، هما كيطيبوا قدامكم. شوفوا معايا البطبوطه اللي صايبت على شكل ساندويتش شكل طولي كيفاش جات، هما قدامكم، ها هو موجود. هذا اللي صايبت على شكل طولي، هذا ميني بطبوط ها هو موجود كما كيبان لكم. دابا غندوزو للمرحله ديال الحشوه، غنعمرو بالحشوه. ها هي وجدات معانا. كنملئو غير بشويه، واحد 2 معالق صافي، وكنحطوه على جنب. ها هو الميني بطبوط موجود معمر بالكفته غزال تبارك. نقصي يا مروه. ها هو الميني بطبوط وجد معانا كما كيبان لكم، بعد ما عمرته بالحشوه ديال الكفته والخضر والزيتون مقطع كيجي هائل. شوفوا معايا العماره من الوسط. والبطبوط او الميني بطبوط كيجي خفيف. هادو ديال الساندويتش اللي صايبتهم بوحدهم على شكل طولي كيجي غزال وبنين. جربوه، دخلوا للقناه ودعموني. مرحبا بكم باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. بالصحه والراحه ورمضان كريم.